اخواني، في ظاهرة والله ما يجوز انها تصدر من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الحين من يشوفونك تمشي مع زوجتك وانت اسمر وزوجتك بيضة، او العكس، زوجتك سمراء وانت ابيض، طارت عيونهم فيك، قالوا وش جاب هالسمراء مع هالابيض، ولا وش جاب هالاسمر مع هالبيضة؟ هذه زوجته متزوجها على سنة الله ورسوله. يا جماعة الخير، يمكن هذا لا متوالفين وبينهم ألفة ومودة ومحبة، وش عليكم منه؟ وش دخلكم فيه؟ متزوج بيضة، متزوجها أسمر، وش دخلكم فيه؟ تجون بعضكم يكلم بعض، يقول شفت الرجال ذاك الشيفة يقولون عنده مرة جميلة، بس هالمرة الجميلة ما أدري شو صبر على الوجه. لكن هذا خلوق طيب حنون صلي خايف الله ومراعيها قايم شؤونها. وش الفائدة اللي خلت له واحد وسيم وجميل ابو كذيله ينسف القذله على جنب ويدخل عليها تالي الليل يكمخ براسه، ما يدري وين رايح ولا يدري وين جاي؟ وش فادنا الجمال؟ علمني، قل لي، ولا لعبت وذا كبيري وذا خضيري؟ اصحى من غفلتكم يا جماعة الخير، والله العالم فوق تطلع وحنا في تحديره. كل من هالعنصرية، إذا فاز واحد في مسابقة خيل ولا مسابقة إبل ولا مسابقة شعر، قامت القبيلة كلها أولها وآخرها. ولا راح واحد من قبيلتهم وجاب شهادة دكتوراه في الإعجاز القرآني ولا في الفقه والأحاديث ولا في شيء شرف يرفع الرأس، يذبح له أبوه المساكين ذبيحتين والباقي ما عاد حد درى عنه. ولا راعي الناقة سوت الهوايل في القوايل، ولا راعي الحصان سويته يا سلام يا سلام. اصحوا من غفلتكم وفوقوا من اللي انتم فيه، فكروا للامام. ما يجوز كل اللي انتم قاعدين تسوونه، عنصريه وتفرقه عبد خضيري صلوبيه طرش بحر والى اخره. وش رصيفي يا ناس كلنا عيال ادم وحواء. والله ما ينفعك الا عملك وفعلك في الدنيا، ينفعك في الاخره. هناك ما يقال يا العبيد على جنب، يا الخضيرية على جنب، ويا القبائل على جنب، لا، كلكم سوا سوا، والميدان يا حميدان. الفايز اللي كسب الأجر والثواب من رب العباد في دنياه. سلام عليكم.